السلام عليكم، انا حازم وبقول اي حنكشه في الكوره. مبدئيا كده حابب اتكلم عن الصفقات الجديده اللي جات النادي الاهلي. الصفقات الجديده اهمها كان بن شرقي. جمهور الاهلي عايز يخاطب فئه من جمهور الاهلي اللي هي الفئه اللي بتحسبها ايه بالعقل. ازاي لعيب زي بن شرقي يصمم ان يفسخ التعاقد مع فرقه الريان القطري عشان يجي الدوري المصري او عشان يجي الاهلي؟ دايما هي كاس العالم للانديه هي اللي بتغري اي لعيب عشان يجي الاهلي. ده رقم واحد. رقم اتنين، عايز اقول لكم تفصيله كده محدش يعرفها غير العبد لله. تفصيله بخصوص انتقال بن شرقي، فسخ التعاقد مع الفريق الريان القطري. كابتن محمود الخطيب هو اللي خلص صفقه بن شرقي. عمل ايه؟ هو كابتن محمود الخطيب وعد فريق الريان القطري ان هو هيديهم صفقتين من اربع اللعيبه اللي هقول لكم عليهم دلوقتي: علي معلول، محمد الشناوي، رامي ربيعه، وعمرو السوليه. هيروح اتنين لعيبه من الاربعه دول قصاد فسخ التعاقد مع بن شرقي الصيف اللي جاي بعد كاس العالم للانديه. ده رقم واحد. رقم اتنين، عايز اعرف ليه كابتن محمود الخطيب هو اللي بيتدخل في كل صفقه عشان يخلصها. هو مش في لجنه تعاقدات وفي لجنه سكاوتنج وفي لجنه تخطيط؟ فين كل ده؟ ما بنسمعش عن اي صفقه بتخلص في النادي الاهلي غير بتدخل الكابتن محمود الخطيب. ده حاجه في حد ذاتها مش نجاح للاداره. انت قدرت تعمل انتقالات ميركاتو الحالي قويه جدا. تريزيجيه مش في انتقالات يناير، ما يعتبرش صفقه في الوقت الحالي. يعني كان مصطفى العش وجراديشار، بن شرقي، واحمد رضا لاعب بتروجيت. انت ما قدرتش تخلص ولا لعيب دول غير بتدخل الكابتن محمود الخطيب، وده ما بعتبروش نجاح اصلا. ده ما بعتبروش نجاح من الاداره. ازاي يعني ما يبقاش عندي لجنه تخطيط ولجنه تعاقدات بتقدر تمضي لعيب او تخلص في لعيب من غير تدخل الكابتن؟ لا طبعا. طب انا عندي بقى تفصيله تانية خالص بعيده عن كل دوت. طب انا عايز افيدك بحاجه تانية. هل بن شرقي جاي كلعيب هيفيد الفرقه، ولا انا جايبه ضجه وخلاص؟ انا بن شرقي اتفرجت على ماتشات كتير قبل ما اطلع اتكلم في الفيديو ده على بن شرقي. اتفرجت ليه على كذا ماتش مع الريان القطري. الدوري القطري مش احسن حاجه، مش عايزين نحكم على الدوري القطري، مش زي الدوري المصري. فلوس وملاعب كويسه ولاعيبه كويسه، بس برضو مش نفس كواليتي الدوري المصري. هنروح بقى لنقطه تانية اللي هي جمهور الزمالك زعلان ليه عشان انت بن شرقي للنادي الاهلي. من حق جمهور الزمالك يزعل. بن شرقي بالنسبه لجمهور الزمالك لا يقل اهميه عن زيزو وعن شيكابالا وعن فرجاني الساسي وطارق حامد واللعيبه دي. جمهور الزمالك يمكن مش هيزعل على امام عاشور زي بن شرقي. انا مش مع الحته ديت قوي ان جمهور الزمالك يحسسه ان هو زعلان، لا خالص، ولا فارق معانا. المفروض جمهور الزمالك ولا يفرق معاه، عادي جدا. احنا مركزين في تركز في يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لمخه في الكلام. فرقتك، تدور على تدعيمات لفرقتك. المفروض يدعموا مجلس الاداره اكبر من كده، بحيث ان مجلس الاداره يقدر يجيب تعويضات للفرقه عن اللعيبه اللي مشيت الفتره الاخيره. يعني انا افتكر ايام مرتضى منصور كان بيروح يجيب 15 لعيب في الموسم. 2.5 تعالى بص. 2.5 ماليش دعوه بكل المشاكل اللي هي كان الزمالك فيها او كل ده. انا ملتزم ان انا كمجلس اداره ماسك النادي لازم اجيب لعيبه وتدعيمات قويه. الزمالك بينافس في كذا بطوله، الدوري المصري وكاس مصر والكونفدراليه، لازم يبقى عنده لعيبه على